السلام عليكم الأخوان، تحية عسكرية للجميع. في السنوات القليلة الماضية نادي الجيش الملكي حقق أرباح مالية كبيرة من بيع أبرز الركائز ديالو، أرقام ثقيلة كتقارب 9 المليون يورو. لكن السؤال الكبير هنا هو فين مشات هاد الفلوس؟ واش استفدنا رياضيا؟ واش الفريق ولا أقوى؟ والجواب للأسف لا. باش تبيع رضا سليم، الشيبي، الصوابي، إيجامان، البخشي، بورقيس، طوميسونغ، النقاش، شلاغمو واللائحة طويلة، والمشكل أن الفلوس كتدخل، لكن المفاجأة ولا موسم توجنا فيه بلقب كبير ولا حتى شي مشاركة مشرفة قاريا. اللي فيه كاين الخلل. واش المشكل في الفلوس؟ لا، الفلوس كاينة، ولكن المشكل في الناس اللي كيسيروا. خلينا شوية ندويو بلغة الأرقام. ندخل مثلا موقع سوفا سكور، انا شفت تقييمات اللاعبين المغادرين قبل ما يخرجوا كلهم كانوا فوق السبعة، بعض ديالهم وصل 7.3 و 7.4، وهذا الشيء كيأكد على انهم كانوا اعمدة فنية للفريق. ولكن شنو وقع من بعد؟ اللاعبين اللي تعاقدنا معاهم باش يعوضوهم حتى التقييمات ديالهم كتراوح ما بين 6.3 و 6.8، يعني تعويض بلا جودة، فقط ارقام على الورق، ما كاين لا انسجام لا فعالية لا تأثير في المقابلات الكبرى. يعني هاد الناس راه ما عندهمش واحد التصور كروي، لان المسؤولين كيشوفوا اللاعب بحال شي سلعة، كيشريوه بثمن وكيبيعوه باعلى والسلام. ولكن راه كرة القدم ماشي سوق أسبوعي، كرة القدم مشروع رياضي، والفلوس كيتخدموا باش تصنع فريق قوي، ماشي باش تفرط في الركائز وتبدلهم بالكراس. والمشكل الأكبر من هذا الشيء كامل هو أن الجمهور ساكت فرحان بالاحتراف ديال اللاعبين، وكأن الجيش ولا وكالة سفر لأوروبا. فين هو الضغط على الإدارة؟ فين هي المحاسبة؟ وفين هو الوعي الرياضي اللي كنعاني منه بزاف في الجمهور ديالنا؟ الفلوس كتدخل لكن بلا مشروع، بلا توازن، وما عندناش طموح رياضي. الجيش الملكي غيبقى يبيع وغيتفرج وغيخسر، ولا ما تبدلش هاد العقلية غنبقاو نزيدو سنوات أخرى من الخيبات والسلام.